بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها كيت أثناء تدريبها لبطولة السباحة، وبعد ما كانت متقدمة عن باقي مجموعتها بتطلع في المركز التاني. وقتها بتفتكر كلام أبوها وتشجيعه ليها لما كانت صغيرة، وبتجيلها مكالمة من أختها وبتكون قلقانة لأن أبوها مردش عليها بعد ما اتصلت بيه أكتر من مرة. وسبب قلقها ده إنها سمعت في نشرة الأخبار إن في إعصار من الدرجة الخامسة في ولاية فلوريدا، وهيئة الأرصاد الجوية طلبت من الناس يخرجوا من الولاية علشان وجودهم في البيت فيه خطر عليهم. ولأن كيت ما اتكلمتش مع أبوها من فترة كبيرة بسبب إنهم متخانقين، فما بتكونش عارفة عنه حاجة ولا هو فين دلوقتي، وبتضطر إنها تروح له البيت علشان تطمن عليه. وقبل دخولها لطريق الولاية بيوقفها شرطي اسمه بن، وبيطلع إنه عارف كيت من زمان لما كان زميل أختها من أيام الجامعة، وعلشان كده بيمنعها من المرور لأنه خايف عليها. وكيت بتقتنع بكلامه بعد ما بتاخد بالها من العربية المقلوبة بسبب حالة الجو، وبتقرر ترجع تاني مكان ما جات. ولما بتلاقي أبوها لسه مردش عليها بتغير رأيها في آخر لحظة، وبتستغل فرصة إن بن مركز في الحادثة وبتروح لأبوها. وأثناء الطريق بيلفت انتباهها إعلان أول مرة تشوفه لمزرعة تماسيح، لحد ما بتوصل لبيت أبوها وما بتلاقيش حد موجود جوه غير الكلب بتاعه. وقتها بتفتكر ذكرياتها مع أبوها لما بتشوف الجوائز اللي أخدتها وهي صغيرة، وبعد كده بتكلم أختها علشان تعرفها إن أبوها مش موجود في البيت، وبتحكي لها إن صورهم موجودة في كل مكان في البيت، ده غير المهدئات وأزايز المشروب الكتير. ومن ده أكيد بتشك إن أبوها دخل في حالة اكتئاب بسبب انفصاله عن أمها، وعلشان كده أختها بتقترح عليها تروح تشوفه في بيتهم القديم، جايز تلاقيه هناك. وفعلا كيت بتروح لهناك وبتاخد الكلب بتاع أبوها معاها، وبتطمن شوية لما بتلاقي العربية بتاعته واقفة قدام البيت، وبتبعت رسالة لأختها علشان تعرفها بده. والغريب إنها لما بتدخل مش بتلاقي أبوها جوه رغم وجود عربيته بره، وده بيخليها تشك أكتر إنه مش بخير. وبعد ما بتدور عليه في البيت كله بتظن إنه بره، ولكن ظنها مش بيطلع في محله. وبتدخل تاني للبيت وبتقفل الباب وراها علشان المطر ما يدخلش للبيت. وبيبدأ القلق يبان عليها لما بتتصل بابوها وبتلاقي تليفونه موجود في المطبخ، وبتلاحظ إن في معدات موجودة على الأرض، وواضح كده إن أبوها بيصلح حاجة في البيت، ولأنها بتسمع صوت موسيقى جاي من القبو. وبتلاحظ كمان إن الكلب بتاعه راح في نفس الاتجاه، فبتفهم إن أبوها أكيد موجود تحت. بس الغريب إنها بتلاقي باب الجراج مفتوح، وبتضطر تنزل مع إنه مكان مهجور من فترة ومليان بالحشرات، ده غير إنه ضلمة، وعلشان كده بتستخدم كشاف تليفونها. واللي بيأكد وجود أبوها تحت أكتر إنها بتلاقي الجاكيت بتاعه متعلق، وبتشوف مفك من العدة بتاعته مرمي على الأرض. والمشكلة إنها بتشوف أثر دم على مواسير المية، وبتحس إن في حاجة غلط. ولما بتركز أكتر بتلاقي أبوها نايم على الأرض في آخر البيت ورا شوية مواسير. وبسرعة بتروح له وبتلاقيه عايش بس فاقد الوعي ومش بيتحرك بسبب إصابة خطيرة في كتفه. وبتقرر إنها تنقله للعربية بسرعة علشان توديه للمستشفى، وعلشان تخرجه من المكان ده بتحاول تسحبه على أي حاجة تخرجه بيها. وفي الوقت ده بيشتغل تحذير في الراديو للمواطنين إنهم يخلوا بيتهم فورا. وأثناء خروجها من القبو بتتفاجئ بتمساح كبير بيعترض طريق الخروج، وبيجبرها ترجع تاني المكان ما جت بسرعة. بس للأسف التليفون بيقع منها وهي راجعة، ومن حسن حظها إن التمساح ما بيقدرش يقرب لها، وده بسبب إن حجم التمساح كبير ومش بيقدر يعدي من مواسير المية. ومن ده بنعرف سبب نجاة أبوها لحد دلوقتي. وفي اللحظة دي بتفهم إن التمساح كان السبب في إصابة أبوها لما هجم عليه، وبتفضل مكانها لأنها خايفة تتحرك بسبب التمساح اللي واقف متربص لها في الضلمة، لحد ما أبوها بيفوق وبيلاقيها جنبه، وفورا بيحذرها إن في تمساح في المكان، وعلشان كده بيطلب منها تمشي وهو هيقدر يتصرف. ولكن كيت بتقوله إنها مستحيل تخرج من غيره. وبتعرف من أبوها إنه نزل القبو علشان يصلح فتحات التهوية بتاعة البيت. وكيت بتكون وجه اعتراضها على الموقف إنه بيت قديم والمفروض إنه كان اتباع من زمان، ولكن أبوها بيقول إنه كان فعلا هيبيعه، ولكن البيعة ما كملتش، وما بيقدرش أبوها إنه يتحرك من مكانه بسبب الإصابة اللي في رجله من التمساح. وبيعرفها إن مواسير المية هي اللي حامياهم من هجوم التمساح. ولما كيت بتشوف تليفونها بيرن وواقع على الأرض بتقرر إنها تخرج تجيبه، لأنه وسيلة النجاة الوحيدة لخروجهم من القبو عايشين. وأبوها بيحذرها من استخدام الكشاف علشان ما تلفتش نظر التمساح ليها. وكيت علشان تبقى مطمنة بتطلب من أبوها يتكلم معاها لحد ما تجيب التليفون وترجع. ولما أبوها بيسألها عن بطولة السباحة كيت بتعرفه إنها طلعت المركز التاني، وبتبقى زعلانة من مستواها في التدريبات، لأن في حالة خسارتها للبطولة دي مش هتاخد المنحة الدراسية اللي بتحلم بيها. وبمجرد ما كيت بتوصل للتليفون بتطلب من أبوها يسكت علشان تعرف تركز، لأنها حاسة بحركة في المكان وإحساسها بيطلع صح. وبعد ما بتتأكد إن التمساح مش حاسس بوجودها مع إنه قريب منها بتطمن شوية وبتفتح التليفون علشان تطلب المساعدة. وللأسف قبل ما تعمل أي
اي حاجة بتلاقيه جنبها، وبتصيبها حالة من الذعر بتخليها تصرخ بصوت عالي وتجري من مكانها، ولكن حركتها بتكون بطيئة وده بيخلي التمساح يحصلها ويمسكها من رجلها. ولما كيت بتحاول تتخلص منه بتلاقي تمساح تاني قدامها، وبدل ما كانت بتهرب من واحد بقت محاصرة من 2، لكن بتقدر تتخلص من واحد فيهم لما بتدخل راسه في قفص حديد. وللأسف بيكون التليفون وقع منها لتاني مرة والتمساح بيدوس عليه وبيكسره، وبالصدفة بتلاقي المفك بتاع أبوها وبتضرب بيه التمساح في عينه علشان تعرف تهرب منه، وبتدخل في مكان صغير ما بيقدرش التمساح يوصل لها فيه، وبتفضل محافظة على هدوءها لحد ما التمساح يبعد علشان تطمن أبوها عليها. وبكده كل واحد منهم بقى في مكان لوحده بعيد عن التاني، وإصابتهم هتكون السبب في تقييد حركتهم وخروجهم من المكان ده. وعلشان كده كيت بتحاول تربط رجلها علشان توقف النزيف، ولما أبوها بيشغل الكشاف بيشوف كوريك قديم مركون على الحيطة، وكل ده والجو بيسوء أكتر والمية منسوبها بيعلى في الشارع، وبالتالي المية هتدخل عليهم القبو وده هيكون السبب إنهم يموتوا غرقانين، ده في حالة لو التماسيح ما خلصتش عليهم الأول. وعلشان كده لازم كيت تتحرك من مكانها وتحاول تشوف حل، بما إن أبوها إصابة رجله خطيرة ومش هيقدر يتحرك بنفس سرعتها. والمشكلة اللي ما كانوش يتوقعوها إن الإعصار قوته زادت عن المتوقع، واحتمال كبير يدمر السد اللي جنبهم ويحصل فيضان. وكيت بتتحرك في المكان بحذر علشان توصل لفتحة بتبص على الشارع، وفي اللحظة دي بتشوف ناس موجودين في السوبر ماركت اللي قدام البيت، وبيطلع إن الناس دي حرامية ومستغلين فرصة إن المدينة فاضية علشان يسرقوا اللي هم عايزينه من غير ما يتقبض عليهم. وكيت بتحاول تلفت انتباه حد منهم بنور الكشاف بتاعها، وفعلا خطتها بتنجح وواحد من الحرامية بيشوفها وبيروح ناحيتها. وفي اللحظة دي تمساح بيخرج من المية وبيهاجم البنت اللي معاه، وقبل ما يروح يلحقها بيتسحب في المية وبيظهر فجأة وهو غرقان في دمه، وبينبه زميله انه يخرج من المية بسرعة، وقبل ما يكمل كلامه حياته بتنتهي. وده بيعمل حالة من الرعب لزميلهم اللي لسه جوه السوبر ماركت وما بيلحقش يتحرك من مكانه وبيحصلهم. وفي الوقت ده ابو كيت بيعرفها ان في باب تاني للقبو ممكن يخرجوا منه، ولكن كيت ما بتقدرش تفتحه بسبب الترابيزة اللي موجودة فوقه. ولما بيفشل الحل البديل كيت بتسأل ابوها عن انبوبة الصرف، فبيقول لها ان ده الطريق اللي التماسيح جت منه، لان اخر الانبوبة دي بيودي عند المزرعة بتاعتهم اللي كيت شافت اعلانها وهي جاية في الطريق. وفي اللحظة اللي بدأوا يفقدوا الامل فيها بيمر 2 ضباط بمركب، وصوت المركب بيلفت انتباه ابو كيت وبيعرف ان في حد بره ممكن يساعدهم. وكيت بتفضل تنادي عليهم يمكن حد يسمعها، ولكن صوتها مش بيوضح غير لما القارب بيعطل قدام بيتهم، وبيطلع ان بين جه وراها، وده لانه عارف بيتهم القديم. وكيت وابوها بيندهوا عليه بصوت عالي علشان يعرف مكانهم لحد ما بيقدر يوصل لهم، وقبل ما ينزل كيت بتحذره من وجود تماسيح في المكان، وبكده هيبقى محتاج مساعدة زميله اللي بره، ولكنه مش بيرد عليه. وبيكون زميله في الوقت ده نزل يشوف القارب ايه اللي عطل الموتور بتاعه، وبعد ما بيشيل الحاجات اللي لف على المروحة بياخد باله من حركة غريبة في المرجحة اللي قدام البيت، ولما بيقرب علشان يفهم ايه اللي بيحصل بتظهر مجموعة من التماسيح وبتقضي عليه في نفس اللحظة اللي بيقع فيها بين فريسة لتمساح تاني. وكيت ما بتقدرش تساعده والا هتبقى هي الفريسة الجاية، وفعلا بمجرد ما بيخلص التمساح على بين بيروح ورا كيت قبل ما تهرب منه وتوصل تاني عند ابوها. واللي حصل ده خلى كيت تحس بالذنب تجاه بين اللي جه وراها مخصوص علشان ينقذها، وبترفض انها تستسلم للواقع بس ما عندهاش الشجاعة الكافية لانقاذهم. وبيجي هنا دور ابوها اللي بيشجعها زي ما كان بيعمل معاها زمان، ولكنها مش بتسمع لكلامه زي الاول بسبب زعلها منه من وقت ما انفصل عن امها، وده لانه سابها في اكتر وقت كانت محتاجه له فيه، بس اكيد مش زي دلوقتي. وعلشان كده بتقرر تنفذ خطة ابوها اللي هيحاول يشد التماسيح ليه، وكيت تستغل الفرصة علشان تخرج من الناحية التانية، والخطة دي هتبقى خطر عليهم هما الاتنين الا اذا اتصرفوا بذكاء. وفعلا ابوها بمنتهى الذكاء بيقدر يشل حركة تمساح وبيخلص عليه، وبيبقى فاضل ان كيت تنفذ الجزء التاني من الخطة، وبيكون ده الجزء الاصعب لان بمجرد دخولها لانبوبة الصرف حياتها هتبقى في خطر. وعلشان كده كان لازم تأمن نفسها وتاخد المسدس الموجود في جثة الضابط اللي قدامها في المية، والمسدس ده بينفعها لما بيظهر لها تمساح تاني يمسكها من ايدها، وبتقدر تتحمل ألم انيابه لحد ما بتقضي عليه. والموقف ده بيجمد قلبها اكتر قبل ما تدخل للمزرعة، والمفروض انها تعوم باقصى سرعتها علشان تقدر تخرج قبل ما ابوها يغرق لان منسوب المية زاد عن حده الطبيعي، ومفيش مكان في القبو يستنى فيه لان المية غمرته بالكامل. وكيت بتخرج من المزرعة بأعجوبة قبل ما التمساح يمسكها، وبتضطر تكسر الازاز علشان تقدر تدخل للبيت. والتاني مرة بتعرف من الكلب مكان ابوها اللي بتخرجه وهو فاقد الوعي تماما، ولكنها ما بتفقدش الامل وبتحاول معاه اكتر من مرة لحد ما بتقدر تفوقه. وبيخرجوا بسرعة من البيت، وابوها بيشوف ان سبيل النجاة الوحيد هو القارب بتاع الحرامية، وبيضطروا
بيضطروا يمشوا في المية بحذر، واللي بيساعدهم على القرار ده صوت المطر اللي بيشوش على حركتهم، وده علشان التماسيح مش هتقدر تميز صوتهم من صوت المطر. وبعد ما بيوصلوا لوسط المية المطر بيقف، وكيت وابوها بيبقوا متحاصرين بالتماسيح. واللي بيصعب الموقف اكتر صوت الانذار اللي بيسمعوه، وده معناه ان السدود انهارت زي ما سمعوا في الراديو، وفي خلال لحظات من دلوقتي هيحصل فيضان هيغمر المدينة بالكامل. وعلشان كده كيت بتجازف بحياتها للمرة التانية وبتعوم في اتجاه القارب، ورغم ان التماسيح بتلاحظها وبتتجه ناحيتها الا ان ده مش بيوقفها لحد ما بتطلع في القارب. وبمجرد ما ابوها بيركب معاها بيحصل الفيضان، وبيرجعوا تاني لنقطة الصفر بعد كل المعاناة اللي عاشوها. بس المرة دي كل واحد فيهم في حتة بعيدة عن التاني، وبيكون الحل الوحيد انهم يطلعوا لسطح البيت، بس كيت بتبقى بعيدة عن السلالم اللي هتوصلها لفوق، وده غير ابوها اللي بيكون قريب من السلالم ومستني كيت علشان يطلعوا مع بعض. وكيت بتحاول تتحرك من مكانها علشان تجيب لاسلكي قدامها ومن خلاله تطلب المساعدة، وللأسف الإرسال بيكون ضعيف ومحدش بيسمعها. وفي اللحظة دي أبوها بياخد إشارات ضوئية يدافع بيها عن نفسه، ولكن ما بيلحقش يعمل حاجة لما التمساح بيهاجمه وبياكل دراعه. ولما كيت بتسمع صوت استغاثة أبوها بتروح له بسرعة، وده بيخلي التمساح يسيب أبوها ويجري وراها هي. وكيت بتقدر تحبسه في الحمام علشان تقدر تخرج وتساعد أبوها علشان يطلعوا لفوق. ولما أبوها بيحس إن مفيش مفر من الموت، بيقول لكيت إنه كذب عليها في موضوع بيع البيت ده لأنه كان عزيز عليه وكل ذكرياتهم مع بعض فيه. وكيت بيبقى كل هدفها إنها ما تتخلاش عن أبوها حتى لو هو عمل معاها كده زمان. وما بيكملوش كلامهم لما كيت بتشوف مروحية قريبة منهم، وده معناه إن الشخص اللي كلمته في اللاسلكي سمعها، وبتولع إشارة ضوئية علشان يشوفوها ويعرفوا مكانها. وللأسف اللي بيحصل ده بيلفت انتباه حد تاني ليها، وبيمسكها التمساح من إيدها وبيغرقها في المية. ولكن اللي بيخلي كيت تقاوم الذكريات اللي أبوها كلمها عنها من شوية، وفعلا بتقدر تحرق التمساح علشان تقدر تخرج بره البيت. وابوها بيكون مستنيها على السطح وبيساعدها علشان تطلع قبل ما التمساح يلحقها تاني. ولكن لأول مرة بيحالفها الحظ وحديدة من البيت بتقع فوق التمساح وبتسحبه لتحت، وكيت بتطلع جنب أبوها. وبعد مرور ثواني أبوها بيكتشف إن المروحية لسه موجودة في المكان، وكيت بتستخدم كل طاقتها علشان تقوم تشاور لهم لحد ما المروحية بتقدر تحدد مكانهم. وفي اللحظة دي نقدر نقول إن كيت اتدربت بشكل كافي علشان تكسب البطولة اللي بتحلم بيها، وأظن إن زمايلها مش هيبقوا أسرع من التماسيح اللي كيت سبقتهم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان تدعموا القناة وتستمر في تنزيل المحتوى، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات علشان أول ما ارفع ملخصات يجيلكم إشعارات بيها. وسلام.